انسي بقى اي طريقة عملنا بها البسكويت قبل كده. البسكويت ده بسكويت زبدة. طبعا احنا عملنا مع بعض في الصفحة وفي خلال الايام اللي فاتت دي كلها بسكويت النشادر والبسكويت بالبرتقال والبسكويت بالسمنة البلدي والبسكويت بالزيت الاقتصادي كمان. ويلا بينا بقى ندخل في الوصفة بتاعتنا، لايك وشير ومتابعة للصفحة ونصلي على الرسول في الكومنتات كتير. معايا هنا في بولة العجان ربع كيلو من الزبدة. الزبدة النوع اللي انت تحبيه، فرن، جنة، كريستال، نيوزيلندي، اللي انت تحبيه. هضيف عليهم كمان 220 جرام من السكر البودر، تمام، عشان يبقى السكر مظبوط بالظبط. ويستحسن ان احنا نحط المقادير يا جماعه بالميزان، لان بالبركه ده المقادير بيطلع فيها خلل. هخفقهم كده جيدا في بولة العجان وبالمضرب. لو احنا ما عندناش مضرب او ما عندناش عجان نقدر نخفقهم بايدينا، مفيش اي مشكله، بس الزبده تكون معايا ساقعه شويه لحد ما تصبح كريمي كده. في الحاله دي هروح جايه ضايفه 3 بيضات، بيضه بيضه، كل ما بيضه تختفي هنزل بالتانية، كل ما التانية تختفي هنزل بالتالتة. وما ننساش نحط كيسين 2 من الفانيليا. تمام، انا مش عارفه الفانيليا بتاعتي راحت فين هنا، شكلي حذفتها في المونتاج. هحط عليهم كمان ربع كوبايه من اللبن الحليب. تمام. وهخفقهم برضو، يعني الاضافات دي بستمر في الاضافات وانا شغاله بالعجان. اللي انا حطيته البودر ده 5 معالق من الكاستر، مفيش كاستر نقدر نحط 5 معالق من النشا، وكمان عليهم ربع معلقه من البيكنج باودر. هخفقهم كويس جدا لحد ما نوصل للقوام الكريمي ده. في الحالة دي بقى هبدأ انزل بالدقيق واحدة واحدة. انا الدقيق اللي معايا نص كيلو دقيق، هنزل بيه واحدة واحدة. والمهم جدا ان احنا ندخله عشان يخشوا هوا كده ويبقى مش مكتوم. تمام. وهبدأ بقى اغير الكف بتاع العجان وهخفق بالكف العريض ده. تمام، لحد ما اوصل للقوام اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بصوا بسم الله ما شاء الله، هو بيبقى مايل للتلزيق كده شويه لان انا هشتغل بالقمع. لو احنا هنشتغل بالمكنه لا هنخليه يابس شويه، يعني نقدر نحط كمان حوالي 4 معالق دقيق. ده القمع اللي انا هشتغل بيه بوريه لكم اهوت. هشتغل بقى بالكيس الحلواني ده. هبدأ بقى اشكل في الصينيه اللي معايا كده بدون اي ماده دهنيه امسح بيها ولا اي حاجه، لان البسكويته معايا فيها زبده وفيها المكونات بتاعتها المظبوطه. تمام. هبدأ اسويها كده وهخلص كل الكميه بالشكل ده. ولو وصلنا لحد هنا ما ننساش اللايك والشير والمتابعه للصفحه، وما تنسيش تقولي لي بتتابع الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم. شوفوا بقى الكميه اللي انا عملتها، نص كيلو دقيق عمل لي كميه قد ايه، بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه قوي. نتكلم بقى في التسويه. انا مسخنه الفرن قبل ما ادخل البسكويت فيه، يعني سخن مسبقا. تمام. اول ما دخلت البسكويت دخلته على الرف الاوسط وهديت النار خالص ل 160 درجه. فتحت من تحت، اول لما اخد اللون الذهبي الجميل دوت رحت جايه فاتحه الشوايه حاجه بسيطه خالص عشان يبقى اللون فوق نفس اللون تحت. ويا سلام بقى على القرمشه. هقول لكم سر القرمشه دي في ال5 معالق كاستر اللي انا حطيتها. واللون الذهبي ده بسبب الكاستر اللي انا حطيته، بيدي لون ذهبي لان الكاستر اصلا لونه اصفر. تمام. لو مفيش كاستر نقدر نستبدله بنشا، مفيش اي مشكله. عايزه اقول لكم طعمه وريحته قلبوا الدنيا. الف هنا وشفا، كل سنه وانتم طيبين. 5 معالق كاستر اللي انا حطيتها. واللون الذهبي ده بسبب الكاستر اللي انا حطيته، بيدي لون ذهبي لان الكاستر اصلا لونه اصفر. تمام. لو مفيش كاستر نقدر نستبدله بنشا، مفيش اي مشكله. عايزه اقول لكم طعمه وريحته قلبوا الدنيا. الف هنا وشفا، كل سنه وانتم طيبين.